بص يا سيدي، لو تخيلت ان ده جبل وده عطية، واللي تحت الجبل ده حسين. عطية وحسين بيتحدوا بعض مين اللي يطبخ صينية بطاطس باللحمة أسرع. فيا ترى عطية اللي فوق الجبل صينيته هتستوي أسرع، ولا حسين اللي تحت الجبل صينيته هتستوي أسرع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخوات صغيرين، شباب وبنات تانية إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله في الفيديو ده بنتكلم عن الدرس التاني. يا ترى ايه اللي هيحصل لو جبت مكعب تلج وبدأت أسخنه؟ لو أنا مسكت مكعب تلج وبدأت أسخنه يا مستر، المفروض إن هو يتحول لمية. حلو قوي. طيب لو انا بعد ما تحول لميه فضلت مسلط عليه الحراره لفتره اطول، المفروض ان الميه دي هتبدا تغلي يا مستر وتبدا تتحول لبخار. حلو قوي. طيب تعرف بقى العلماء بيسموا العمليه دي عمليه ايه؟ بيسموها عمليه انصهار، اللي هو تحول التلج لميه بيسموه انصهار، اللي هو ذوبان التلج بيدوب بنسميه انصهار. طيب عمليه تحول السائل لغاز دي بنسميها غليان، اللي هو ايه؟ السائل يتعرض لحرارة فيبدأ يغلي. طيب خليني أسألك سؤال، اللي حصل هنا إن المادة الصلبة اللي هي التلج ده اكتسب ولا فقد حرارة؟ هتقولي ده اكتسب، يبقى حصلت نتيجة اكتساب حرارة. طيب والسائل برضو اكتساب حرارة. فبيقول لي هنا عند اكتساب المادة طاقة حرارية تزداد طاقة حركة جسيمتها، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارتها. واحدة واحدة ونفهم بقى يعني ايه الكلام. مش انا قلت لك في الدرس الاول ان اي مادة بتتكون من جزيئات؟ طيب ممتاز. خليني اقول لك ان الجزيء ده مثلا الجزيء ده عنده طاقة حركة، وليكن مثلا كاينيتيك انرجي. كاينيتيك انرجي دي يعني طاقة حركة. فانا لما بديله طاقة حرارية الكاينيتيك انرجي دي بتبدأ تزيد. فتخيل هما الاثنين مربوطين ببعض، وفي واحد منهم عمال ايه؟ عمال يتفلفص يتحرك، فالطاقة الحرارية تزيد شوية فالتاني كمان يتحرك، فتقوم الايه؟ قوة التجاذب اللي بينهم تقل. طيب لما هما الاثنين عمالين يتحركوا وقوة التجاذب بينهم بتقل، فيخبطوا في بعض ويسيبوا بعض، يخبطوا في بعض ويسيبوا بعض، فدرجة الحرارة بتاعتهم تحصل لها ايه؟ تبدأ تزيد. انت فهمت اللي بيحصل؟ الجزيئين بعرضهم لطاقة حرارية، فالطاقة الحركية بتاعتهم بتزيد، فتبدأ قوة التجاذب اللي بينهم تقل ودرجة الحرارة بتاعتهم تزيد، فبالتالي يتحولوا من حالة لحالة تانية. تمام؟ حلو قوي. المية بقى عندها حاجة اسمها انصهار وحاجة اسمها غليان زي ما احنا قلنا، بس الانصهار بتاع المية بيحصل عند درجة حرارة معينة بنسميها نقطة الانصهار، والغليان بيحصل عند درجة معينة بنسميها نقطة الغليان. تعال نفهم. مكعب التلج ده عمره ما هيسيح، عمره ما هيبدأ يدوب إلا لما يوصل لدرجة حرارة صفر. طب هو أصلا يا مستر درجة حرارته كام؟ أقول لك إن التلج بيتكون عند -4، عند -4 تحت الصفر. يعني معنى كده إنك هتفضل تزود حرارته -4 -3 -2 -1 لحد ما يوصل للصفر، بعد كده يبدأ يدوب. طيب الغليان المية برضه نفس النظام، مش هتبدأ تغلي إلا لما توصل لل100. يعني من ساعة ما بقت مية عند الصفر لحد ال100 هي لسه ما غليتش. هتبدأ تغلي إمتى؟ عند ال100. تمام؟ تمام أوي. إحنا كده عرفنا أثر التسخين على المواد الصلبة. لما أسخن مادة صلبة بتتحول لسائل، أسخنها أكتر تتحول لغاز. تعال نشوف بقى أثر التبريد. هل ينفع ارجع الغاز لسائل تاني وينفع ارجع السائل لصلب تاني؟ قوي قوي. المشكله الماده الغازيه عشان ارجعها لسائل ببساطه جدا اخليها تفقد اللي حصل سوري ببساطه جدا اخليها تفقد حراره. تفقد حراره ازاي؟ باني ابردها. يعني مثلا ادي الحله بتاعت عمك عطيه والميه عماله تغلي، البخار طالع منها، فتقوم انت حاطط الغطا. الغطا ده ماله؟ بارد، والهواء اللي طالع سخن، فانت كده كانك بتبرد الغاز. فتيجي ترفع الغطا تلاقي في نقط ميه على الغطا. ايه اللي حصل؟ ده الغاز اتكثف، اتحول لميه تاني. فدي بسميها عمليه تكثف. طيب امسك السائل حطه في الفريزر، يبدأ يفقد حرارة وبالتالي يبدأ يتجمد. دي بسميها عملية تجمد. يبقى لما المادة بتفقد طاقة حرارية
فهي درجة حرارتها بتقل، وبالتالي بتمر بمرحلتين: تكثف ده تحول الغاز لسائل، تجمد ده تحول السائل لصلب. يعني يبقى أنا عندي دلوقتي 4 عمليات. العملية الأولى عملية الانصهار، إن الصلب يتحول لسائل زي التلج ما تحول لمية. عكسها عملية التجمد، إن الإيه؟ إن الصلب يرجع إن السائل يرجع يتحول لصلب. طيب عندي غليان، ان السائل يتحول لغاز. تكثف ان الغاز يتحول لسائل. هرسمه لك اهو. يبقى هنا كان في هنا من صلب لسائل، قلنا في المره اللي فاتت ايه؟ عكس التجمد انصهار. عكس من سائل لغاز ده اسمه غليان. طيب والعمليات دي عكس بعضها. بعد ما اتكلمنا عن التسخين والتبريد، في عندي حاجه تانية اسمها منحنى تسخين الميه. قلت لك لو انا مسكت مكعب تلج، هي دي مكعب تلج اللي انت مصدعنا بيه يا مستر، اعذرني معلش. مكعب تلج هبدا اسخنه. انا قلت ان درجه حرارته عند -4. ابدا سخن يا باشا، -3 -2 -1 اوصل للزيرو. مكعب التلج هنا هيبدا يدوب. مكعب التلج بدايه ذوبانه فين؟ عند الزيرو. يدوب 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 لحد ما يتحول لميه بشكل كامل. يبقى عند نقطة سي هيبدأ يتحول لمية. طيب خليني أسألك سؤال، هي درجة الحرارة من بي لسي زادت؟ هل أنت شفت المنحنى زاد؟ هتقول لي لا، دي لسه ثابتة عند مين؟ عند الصفر. أقول لك هنا بقى سؤال علل مهم جدا. يجي يقول لك ليه درجة الحرارة ثابتة خلال عملية الانصهار؟ ما دي عملية الانصهار. درجة الحرارة بتفضل ثابتة خلال عملية الانصهار ليه؟ خليني أفسر لك. لو تخيلت إن الجزيئات دي هي جزيئات الإيه؟ التلج، ماشي؟ خلينا نعملهم كده إيه كشخصيات عشان أنت ما بتحبش الجزيئات. آدي عطية وحسين وإسماعيل. عطية وحسين وإسماعيل مرتبطين مع بعض هم، وأنا أديهم طاقة حرارية. لما اديتهم طاقة حرارية، المفروض إن الطاقة بتعمل إيه؟ بتكسر الجزيئات اللي بينهم، بتكسر التجاذب اللي بينهم. فعطية بقى موجود لوحده اهو، بس لسه حسين واسماعيل ماسكين في ايه؟ في ايد بعض. انت متخيل بقى الطاقة الحرارية اللي هتدخل بعد كده هتزود درجة حرارة او هتزود حركة عطية لوحده، ولا هتشغل بالها انها تكسر قوة التجاذب اللي بين حسين واسماعيل؟ بالظبط، هتدخل تكسر قوة التجاذب اللي هنا الاول قبل ما تعمل اي حاجة لعطية. وضح لي اكتر. دلوقتي لو دي كوبايه فيها مكعب التلج اهو، ودي كوبايه فيها شويه الميه. مكعب التلج لما بدأ يدوب بقى فيه ميه تحت هنا. طيب الطاقه الحراريه اللي داخله، هل هتدخل تزود درجه حراره الميه، ولا تشغل بالها بانها تدوب المكعب التلج اللي فاضل من مكعب التلج؟ بالظبط، هتدخل تدوب اللي فاضل. فالاجابه على سؤال علل هنا ان الطاقه الحراريه الممتصه بتستهلك في إضعاف قوى التجاذب بين جسيمات المادة الصلبة حتى تتحول بالكامل لإيه؟ لسائل. فهمناها؟ حلو قوي. طيب بعد كده أنا بقى معايا مية. خد بالك ده المنحنى اللي إحنا عدينا بيه من شوية، بس بغض النظر عن إن دي مش زيرو بقى، دي غلطة. دلوقتي مكعب التلج اتحول لمية أهو، ده اللي شرحناه من شوية، بقى دي مية. هبدأ أسخن المية دي، أسخن 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 لحد ما أوصل هنا عند 100 درجة. تمام؟ المية بعد ما توصل ل 100 درجة هتفضل ثابتة عند ال 100 وتغلي. يفضل يحصل إيه؟ يحصل غليان. وبرضه درجة الحرارة ثابتة لحد إيه؟ لحد ما تتبخر بشكل كامل. طيب برضه سؤال علل، ليه درجة الحرارة بتفضل ثابتة من النقطة دي للنقطة إيه؟ أقول لك عشان الطاقة الحرارية الممتصة بتستهلك في إضعاف قوة التجاذب بين جزيئات السائل لحد ما يتحول بشكل كامل لبخار. حلو كده؟ حلو قوي. ده كان باختصار منحنى المية. يبقى خلينا نلخص. بيقول لي عند اكتساب المادة طاقة حرارية فإنها بتزداد طاقة حركة جسيماتها، والعكس صحيح.
تظل درجة الحرارة ثابتة أثناء عملية الانصهار والغليان. الطاقة الممتصة أثناء الانصهار والغليان تستهلك في إضعاف قوى التجاذب بين الجسيمات. تحولات المادة من حالة لأخرى تعتبر تغيرات فيزيائية. ونقف هنا شوية. يعني إيه تغيرات فيزيائية؟ أدي المية اللي إحنا كلنا عارفينها H2O. أنا لما أسخن المية يا ترى هل ال H بتروح في حتة والO بتروح في حتة؟ هتقول لي لا طبعا، دي بتبقى بخار مية على بعضها. يبقى إذا ما حصلش عندي تغير كيميائي، ده عبارة عن تغير فيزيائي. إحنا عارفين إن التغير الكيميائي إن ينتج عندي نواتج جديدة، لكن التغير الفيزيائي إن أنا بغير من صورة لصورة تانية. طيب 5 التحولات من حالة لأخرى تعتبر عمليات انعكاسية. زي ما قلت لك التبخر والتكثف عكس بعض، الانصهار والتجمد عكس بعض، الانصهار والتجمد. طيب قلت لك ان انا عندي نقطة الانصهار ونقطة الغليان بتوع المية، الانصهار عند الزيرو، الغليان عند 100. خليني بقى اقول لك على حاجة. كل مادة في الدنيا ليها نقطة انصهار ونقطة الغليان خاصة بيها. زي مثلا ما كل واحد فينا ليه رقم خاص بيه. لو انت رنيت عليا على الرقم اللي موجود عندك ده، انا اللي هرد عليك، مفيش حد تاني هيرد عليك. ليه؟ لان الرقم ده مميز لي انا، خاص بي انا. نفس النظام زي ما المية عندها نقطة انصهار عند الزيرو ونقطة غليان عند 100، مش هتلاقي اي مادة تانية عندها الارقام دي. تمام؟ حلو قوي. طيب هل الارقام دي بتتغير؟ ممكن تتغير. بناء على ايه؟ بيقول لي ان في عندي حاجتين بيأثروا على الارقام دي. اول حاجه الضغط الجوي، تاني حاجه درجه نقاء الماده. وهنا بقى هتعرف تجاوب على السؤال اللي سألته لك في اول الفيديو. يا ترى عم عطيه هو اللي الحله بتاعته هتستوي اسرع، ولا عم حسين اللي الحله بتاعته هتستوي اسرع؟ بص يا سيدي، بيقول لي ان حته الضغط دي كل ما اطلع لفوق، لو تخيلنا عم عطيه اللي كان فوق الجبل اهو، وعم حسين اللي تحت الجبل اهو، بيقول ان كل ما اطلع لفوق كل ما الضغط الجوي يقل. يعني ايه ضغط جوي يا مستر؟ بس معلش قبل ما تجاوبني على السؤال ده، بص يا سيدي، ادي جزيئات الهواء اهي. جزيئات الهواء اهي. المفروض ان جزيئات الهواء عامله ضغط على مين؟ على عطيه، زي ما عامله ضغط على حسين. تمام؟ عطيه اللي كان فوق، سوري. طيب المفروض ان هي عامله ضغط هنا وعامله ضغط هنا. الضغط انهي الاكبر؟ هتقول لي الضغط اللي هنا يا مستر. يبقى اذا كل ما اطلع لفوق كل ما الضغط يحصل له ايه؟ يقل. حلو قوي. اثبت هنا بقى، انت اللي قلت بلسانك اهو ان كل ما اطلع لفوق كل ما الضغط يقل. طيب الضغط قل، فبيقول لي ان نقطة الغليان كمان هتقل. نقطة الغليان مالها؟ هتقل. فهمني اكتر. يعني مثلا المية هنا بتغلي عند 100 درجة، هطلع فوق تغلي عند 99، اطلع اكتر تغلي عند 98، اطلع اكتر تغلي عند 97. طيب مش انا قلت لك ان الميه لما بتغلي بتفضل ثابته، بتفضل محافظه على درجه الحراره بتاعتها؟ حلو قوي. يعني معنى كده ان الحله هنا لو كان فيها لحمه، فاللحمه دي بتستوي عند 100 تحت، ولكنها بتستوي عند كام فوق؟ بتستوي عند 97. يبقى بالعقل كده مين اللي هتستوي اسرع؟ اكيد اللي تحت. يبقى انا كل ما اطلع فوق كل ما الضغط يقل، وبالتالي نقطة الغليان تقل. طيب بيقول لك ان الموضوع ده اصلا محسوب بالارقام، يعني مش بالاونطة. انت كل ما تطلع 300 متر لفوق كل ما هتقل درجة الحرارة معاك بمقدار واحد. يبقى 300 فوق 1 درجة تقل، اطلع 300 متر فوق 1 درجة تقل. تمام؟ حلو قوي. طيب من التطبيقات بقى على حتة الضغط دي حلة الضغط. هي حلة الضغط يا مستر بترفع الضغط ولا بتقلل الضغط؟ طيب حلة الضغط دي المفروض ان هي بترفع الضغط. بي دي اختصار لبريشر، يعني ضغط. لما ترفع الضغط تقوم تقلل ولا ترفع نقطة الغليان؟ المفروض ان هي ترفع نقطة الغليان. يعني مثلا لو المية بتغلي عند 100 فهتخليها تغلي عند 110، فبدل حتة اللحمة اللي هنا ما تستوي عند 100 تستوي عند 110، فتقوم تاخد زمن اقل وتاخد وقود اقل. يبقى لما ترفع الضغط فتقوم ترفع نقطة الغليان فتاخد زمن اقل في الايه؟ في طبخ الاكل. طيب بعد كده بيقول لي حساب قيمة مش عارف ايه. انا لما اطلع قلت لك باختصار كل ما اطلع 300 متر لفوق كل ما يحصل ايه؟ كل ما درجة الحرارة هتقل بمقدار 1 سيليزيوس. فمثلا لو انا عندي ارتفاع الجبل ده
4800 طبعا مش عليك المسائل دي. 4800 اقسم على ال 300 يطلع معايا رقم وليكن 16 اهو. انقص ال 16 ده من 100. 100 ناقص 16 يديني 84. ال 84 دي هي نقطة الغليان اللي هتبقى فوق قمة الجبل، وزي ما قلت لك مش عليك المسائل. تاني حاجة بتأثر على نقطة الانصهار ونقطة الغليان هي درجة النقاء. يعني ايه درجة النقاء؟ يعني المية النقية جزيئاتها مثلا بتبقى بالشكل ده. جزيئاتها بتبقى بالشكل ده، في بينها قوة تجاذب معينة. تعرف أول ما تدخل عليها شوائب، جزيء شوائب مثلا، فالجزيء ده يربط مع الجزيئات يخليها تزود قوة التجاذب، فبدل ما تاخد كمية حرارة معينة تاخد كمية أكبر. يبقى عرفت إن الشوائب بتعمل إيه؟ ممكن ترفع درجة الغليان، ممكن ترفع درجة الغليان أو تقللها على حسب بقى. طيب حاجة زي الجلوكوز، الجلوكوز ده يعتبر من الشوائب، فلما يدخل على المية يقوم يخلي المية بدل ما كانت بتغلي عند 100 تغلي عند 100 ونص، وبدل ما كانت بتتجمد عند 0 تتجمد عند -1.86 تحت الصفر. تمام؟ يبقى لما يقول لي محلول جلوكوز اعرف على طول ان هو ايه؟ ضاف شوائب للمية، فنقطة الغليان اتغيرت ونقطة التجمد اتغيرت. طيب مدى نقاء المواد بعرف المادة نقية ولا لا بمقارنة درجة غليانها وانصهارها بالقيم الثابتة بتاعتها. يعني مثلا لو انا عايز اعرف محلول الجلوكوز بتاعي اللي هو بيتباع ده اصلي ولا مش اصلي، انا عرفت ان نقطة غليانه 100 ونص ونقطة تجمده -1.86، امسكه اغليه، لو اداني 110 مثلا يبقى على طول ده مضروب. تمام قوي. يبقى على السريع كده احنا قلنا درجة الغليان والانصهار بيتأثروا بالايه؟ بالضغط الجوي ودرجة النقاء. طيب كل ما نطلع عن سطح البحر بينخفض الضغط الجوي، بالتالي بتقل درجة الغليان. تنخفض درجة غليان الماء بحوالي 1 درجة كل 300 متر. حلة الضغط بتزيد الضغط عشان وكده بترفع درجة الغليان، فبالتالي تاخد وقت أقل. طيب يتم التحقق من نقاء المواد بمقارنة درجة غليانها وانصهارها بقيمها الثابتة. بكده نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس ده. استنونا في الجزء الثاني إن شاء الله.